السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيت نوريكم الاصلاحات فين وصلوا في الدار، وبغيت نشكركم بزاف على التعاليق كاملين، كاع اللي علق، كاع اللي كتب، كاع اللي شارك معنا، كاع اللي دار لايك. شكرا لكم كاملين. المهم انا غنجي نوريكم الاصلاحات وغنقول لكم في الاخر الثمن. بحال ديال واحد السؤال ديال واحد البنت قالت لي كون غير هادشي كامل، كون غير صلاح بنيتي شريتي ارض وبنيتيها احسن لك من هادشي كامل. المهم غنقول لكم البيت اللي زدت، لان زدت بيت الفوق، غنقول لكم شحال طلع لي الثمن ديالو وغادي يصدمكم الثمن. المهم البنات، انايا هاد البلاصه راكم كما كنتو شفتوا في الفيديو اللي فات، كان عندي غير شرجم صغير وبالكونه، هادو زاديتهم بجوج ولا بالكو كبير، باب كبير، باش يدخل لي الضوء للكوزينه. انا عزيز عليا الضوء والشمس تدخل الدار، ملي ندخل نلقاها مشمشه. كيعجبني الدار اللي فيها الضوء، ما كنحبلش الدار المغمقه ونبقى نشعل فيها الضوء، بغيت الضوء ديال الشمس. وانا تبارك الله عندي الدار مشمشه، كتبقى العشيه كامله الشمس مقوده معايا. مهم راني وسعت هاد الباب بزاف، ومهم راه باش وسع هاد الباب باش يكبروه، راه تقريبا خدا منهم الوقت بزاف، حيت هاد الحيوطه كبار وغلاض وديال الحجر، يعني كياخدوا الوقت، باش بحال البريك العادي. راكم عارفين الدور القدام كيكون عندهم الحيط غليظ بزاف وكيكون بالحجر ماشي بالبريك. هذا سوا ديال الصاله، حتى هو راه علاو حيت كيكونوا ما عالينش. هاد البيبان ديال القدام تيكون فيهم متر و80 88 90 كاع الا علاو. دابا كيردوهم 2.10 من على 2 متر و10 على القانون اللي كيكونوا فيه العلو ديال البيبان وحتى ديال البالكو والشراجم. المهم هذه غتكون ان شاء الله الدخله غادي تكون فيها شرجم سكوريبولو، هذاك اللي كيمشي ويجي ماشي اللي كيتحل، حيت باش انا نلقى اتساع لداخل مع هو كبير ما غاديش تحل ليه كامل. غيضيق لك الكوزينه ملي غيتحل، حيت الكوزينه غتجي عند الباب. غنديرو سكوريبولو. المهم هاد هي الكوزينه. هاد الجهه فيها الكامينو. هاد الكامينو غنوريه لكم البنات، كانت وريته لكم في الفيديو الاخر، كان في الصاله وعاود حليته حتى في الكوزينه. هذا هو الباب البنات اللي حليت، اللي ما كانش اصلا. الا بغيتي دوزي اللور ديال الدار خاصك تدوري مع هاد الجيران. دابا انا حليت الباب وغنزيد هاد الدروج ها هما كتشوفوا فيهم. هادو هما الدروج اللي قلت لكم راه غادي نحلهم من هنايا، غيطلعوا من جهه الكوزينه باش يطلعوا البيوتا الفوق. هاد الحيط راه غيتحيد البنات، باقي ما حيدوش حيت خصهم يعاودوا يقادوا الضاله مزيان وفورسيو الحيط الضاله مزيان عاد يحيدوه. داكشي راه ب2 متر البنات، خاص ضروري كيقول لهم شنو يخدموا وشنو يزيدوا، هي اللي كيبداو يحيدوا الحيوطه. الكوزينه غتجيني هنا في هذا القنت بالضبط، غتجيني حتى لعند الدروج لهيه، وغادي راه فيها متر 3 متر و30 سنتيم. واني واخا تقولوا صغيره راه غنزيد كوزينه، تنقول غندير هنا ميريكانيه، غنزيد هذيك البارتي اللي تكون في الوسط، يكون فيها المبجوره، كيكون فيها المساحه كبيره ديال البانك باش تخدمي وكلشي. مهم كما قلت لكم الكامينو هذا حليته كان غير في الصاله، وجاتني الفكره انني نحلو حتى في الكوزينه، يعني راه جا في الحيط الوسط. غادي يجي حسن، يعني الا شعلت هكايا العواد غيسخن الصاله وغتسخن الكوزينه. غندير ليه بطبيعه الحال الباب ديالو ديال الزاج غيتشراو ديال ابوسطه باش الكامينو من هنا ومن لهيه، وغادي يقادوه المعلم باش يقادوه هكا مزيانين. اللي غندير ليه الباب من البعد، غندير ليه 2 بيبان، واحد في الصاله واحد في الكوزينه. هذه الدخله ديال الصاله من عند الكوزينه. باب ما غاديش ندير ليه الباب، غيبقى غير هكا محلول. الصاله هنا راه بداو كيديروا ليها المرطوب، هانتوما كتشوفوا المرطوب. شي بلايص غيديروهم مرطوب، شي بلايص غيديروا كارطو جيسو، حيت الحيط ما مقادش كامل. يعني البلاصه اللي غيحتاج المرطوب بزاف غيقدروا يديروا كارطو جيسو باش يتقاد وتجي بلا وتجي مقاده. هكا من الجهه الاخرى
هو كبير غادي يصغرو، غادي يقاد ليه الفورمه، وغندير ليه ان شاء الله الباب اللي قلت لكم. انا كيعجبني الكامينو، كيعجبني العود، كيعجبني بزاف. من شفتو فرحت انا من شفتو في هاد الدار. هاد الجهه بقى غيسدوها، غادي يصلحوها. المهم البنات، راه هاد الخدامه اللي بداو معانا والله لا الشهر ما كاملاش هاد الخدمه كامله داروها. حيدوا الحيطان، حلوا البيبان، حلوا باب لهنا الفوق لتحت وسطوا البيبان، بداو الدروج. يعني قل من شهر تبارك الله عليهم، خدامين مزيان. الباب اللي حليت هو باش يبان لكم مزيان. كانت الكانتينه ما عندهاش هذا الباب نهائيا. كانتينه سياره كبيره فيها 50 في 50 متر. هذه غندير فيها طواليت هنايا، وغندير فيها بلاصه ديال الخزين، بلاصه راكم عارفين بزاف عطا الله ما يتخزن عندنا حنايا. هذا هو الباب ديالها اللي كيخرج للجرده، يعني الا بغيت نخرج من الجرده نخرج من هنايا. وهنا كما قلت لكم غادي ندير الطواليت، هنا غيجي الطواليت. المهم راه ما تتبينش حيت مظلمه وباقي ما حلينش لها الشرجمه حتى هي. صافي قلت لكم الدروج ها هما راكم تشوفوا طلعه من هنايا وغادي تنطالع حتى للفوق. وبغيت نصورت لكم الفوق البنات، ولي ما عرفتش كيفاش تمشي ليا الفيديو حتى جيت للدار وشفتو مشى ليا. كنعاود لكم هذا الباب عجبني بزاف، كبير عرفتي بيت الدار مشمشه داخل الضو مزيان. كنت غاديه طالعه كنصور لكم الفوق باش نوريكم البيت والطواليت راهم داروا ليهم الحيط. البيت الصغير والبيت الكبير اللي ديال الدراري جوج، ووريتكم البيت اللي زدت. ولاني ولا طراس من الجهه ولاني مشى ليا الفيديو البنات، غنصورهم لكم مره اخرى. ولاني الفيديو داك البيت غنوري لكم التصوير ديالو باش نفهمكم شحال الثمن ديال باش طلع ليا. وغنوريكم الحيوطه اللي زدت، يعني غير جوج حيوطه والثمن باش طلع. المهم البالكو هو هذا. لا طراس لتحت البنات راه داير كامل بالسلوكه تنديرو، غنبدل لهم حتى هما، غندير الكرياج. هاد الجهه البنات راه بيني وبين الجيران. هاد الجهه مكتوبه في العقد انني نقدر انا وقتاش ما بغيت ندوز لعند الجرده ديالي من الجهه الاخرى، حيت ما كانوش البيبان محلولين حتى حليتهم انا. هاد الجهه انا ندوز هما ما يدوزوش، حيت البلاد ديالي اوبليغو هما يخلوني ندوز وقتاش ما بغيت. مكتوبه عاد النوطايو كلشي. الا بغاو هما تولي هاد البلاصه ديالهم ما يدوز فيها حتى واحد، خاصهم يخلصوني ويعطوني الفلوس ونمشيو نكتبوا بانني صافي راني حليت البيبان ومبقيش عندي غرض بهذا الطريق. المهم انا تنقول غنسدها، غندير البريك وغنسدها. نقدر نخلي باب باش الا بغيت ندوز ندوز، لا بغيتش ندوز ما ندوزش، حيت انا عندي دابا يمكنني ندوز. وغنسد هذيك البلاصه باش تبقى الفيلا سكيره صافي كل بارتي ديالو ما يبقاش محلول هذيك البلاصه، حيت ما محتاجاهاش دابا. صافي راني حليت البيبان، ما محتاجاش ندوز من عندهم نهائيا. الا بغيت ندير الاصلاحات وداك الشيء ومبغيتش ندوز سميتو نقدر ندوز من تماك. المهم غنرجع عاوتاني لتحت. بغيت نوريكم دابا الخرجه ديال الجرده من التحت. الجرده راها كبيره البنات، بقى شويه مرونه. الاصلاحات باقيين فيها حتى هي داكشي ديال الاصلاحات، وفيها اصلا كانت فيها مرونه الدنيا باقي ما قادينهاش، ولاني شويه بشويه. كنت نوريكم هنايا الكانتين راه كبيره، ولاني راه الضو ما كاينش باش يبان لكم. المهم كاينه هاد الطليعه هادي، غنفهمكم. هاد الطليعه هادي كتطلع لهاد لاطيراس اللي هو زدت فيه انا البيت. تنتمنى نكون دورت لكم الجهه اخرى، لا ما دورتوش. صافي هذه هي الجرده البنات، جرده فيها بحال الجبيل، وكاينه واحد البلاصه مقاده هي هذه البنات. على طراس ها البيت اللي زدت البنات هو هذا، فيه جوج شراجم، شرجم من هنا وشرجم من جهه لاطيراس. وهاد الطيطو هو اللي غادي نزيد باش نغطي البيت. صافي لاطيراس غيبقى عندي نص فيه ديال لاطيراس. وعندي الحدود ديالي انا من هنايا حتى لهنا، وكتزيدي اللور شويه وكتطلعي ثاني الفوق. المهم راه الجرده راه كبيره، فيها شي شجرات باقا ما عرفتش ديالاش، فيها شي شجر ديال الكرموس. المهم راه فاتحه دوك الزيتونات الحدود وهي غاديه.
وهاد الجهه هادي خاصني نعاود نقيها ونقادها، هي ديالها تبقى بلاصه. الا بغات ديري باربيكيو ولا بغيتي ديري شي كليسه تاني، المهم تجي حتى هنايا زوينه. هذاك الشيء شويه بشويه، حيت كاينه الخدمه حتى في الجرده خاصها الخدمه. هاد الشجره ديال الكرمه حتى هي صغيره، كاين بزاف الشجر ديال الكرم، وانا كنموت على الكرموس الحمد لله عطاني الله ربي عماده ديال الشجر الحمد لله. المهم جرده بغيت نوريها لكم من الجهه الاخرى. هي جات من هنا كبيره وعاود تاني دايره للجهه الاخرى، وكاين الكراج غنوريه لكم البنات. الكراج من الجهه الاخرى حتى هو راه كاين، وما صورتوش لكم، حبوا مصلوح الكراج، ما محتاج حتى حاجه، انهم داروه مؤخرا، يعني غير في هاد السنين الاخرى داروا الكراج. هادي كنوريكم الحدود من هاد الجهه. المهم دابا غندوز معكم نوريكم، نجلسوا نهضروا انا وياكم، نجلسوا نهضروا على الثمن ديال البيت وبشحال طلع ليا الثمن ديال البيت. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ نعاود نسلم عليكم عاود ثاني. كلشي بخير. المهم غنجاوبكم على السؤال اللي سولتني واحد الوحده، قالت لي هادشي كلشي كون بنيتي دار، شريتي ارض وبنيتي دار جديده كما وريتكم، راه فيها الارض، الا طلبت لكم ولا درت طلب على الارض تقدر يعطوني نبني فيلا ولا شي حاجه كبيره تماك، لان دار كبيره، لان تماك كاينه الارض. اللي بغيت نجاوب عليه ان الارض ماشي غاليه هنايا، المشكله في البني، والمشكله في القوانين اللي ولات جديده، ان الا بنيتي الحيط خاص يكون فيه الإيزولا، فيه اللي كتمنع البرد وكتمنع الشمس. وهادو الا جيت نشوف تصدمت ملي قال لي الثمن ديال البيت اللي زدت اللي وريتكم، لان الثمن ديال البيت بوحدو ميزانيه، وفي غير حيط من جهه، يعني جوج حيوطه، واحد هك واحد هك، يعني هادوك جوج حيوط والطيطو باش غادي تايزولا ويجي الطيطو ويجي صالح للسكنه والكوموني قبل به، حيت حنا خدينا الجوميترا، هو اللي فصل لينا الفصاله، هو اللي جاب لي هو اللي دار الديتا ديال المعلم ديال سميتو، دارها في الكوموني بان السيده راه كتصلح، وان المعلم سميتو الديتا ديالو، وان مثلا انا المعلم ما غيزيدش عليا ولا انا غنقص عليه الثمن، لان الجوميترا هو اللي كيقاد الاثمنه كلها. المهم الجوميترا من جمعنا الحساب ديال الدار بالنسبه غير للبناي، حيت انا غنقول لكم ان شاء الله كلشي شويه بشويه شحال الثمن ديال كلشي، ما غنكذب عليكم في والو، ما غنقول لكمش، ما قديتش نقول لكم ولا ما غاديش نقول لكم بحال بزاف، انا غادي نقول لكم الاثمنه، انني كيهمني انكم تعرفوا انني انا ملي كنت كنقلب على دار الشراء كنت كنتمنى شي حد يشرح ليا، كما مثلا نتوما بزاف منكم طلبوا مني الاثمنه، غنقولها لكم شويه بشويه، حتى انا باقا ما عرفتش الاثمنه ديال التريسيان، باقا ما عرفتش الاثمنه ديال الدراوليكو اللي هو البلومبي، باقا ما عرفتش الاثمنه ديال الجليج، باقي ما وصلتش ليهم. المهم انا اللي غنقول لكم بشحال كيطلع الحيط. هاد جوج حيوطه اللي شفتوا ديال البيت اللي درت، ديال البيت النعاس اللي غيكون ديالي، شحال طلعوا ليا، لان من غير تريسيان ومن غير كلشي، لان اصلا غادي تهضروا على الحيط وعلى الطيطويه. البنت اللي قالت لي كون بنيتي احسن، البيوت الحيوطه ديال البني القديم كيكونوا عراض، كيكونوا فيهم 50 سنتيم حتى المترو. هذه انا عندي تقريبا فيها جايه ل 70 سنتيم، وفي شي جوايه اخرى جايه المترو في العرض، يعني ما يحتاجوش الايزولا ديال البرد وديال الشيء، لانهم بنيين بالحجر، بني صحيح، وما يحتاجوش انك دير لهم الايزولامنت ولا تبديت، لانهم حيوط غلاط. اما هاد الحيوط كيديروا لك البريكه وكيديروا الايزولا وكيديروا بريكه اخرى حداها، صافي كتطلع باش ما تدخل لا لوميديتا لا والو. وهذا قانون في ايطاليا، مثلا هنايا في. المهم كمل لكم، انا البيت طلع ليا غير البيت دوك الحوط اللي وريتكم والطيطو، حيت غيدار ليه طيطو حيت راه لا طيراس، هذاك طلع ليا قالوا لي الثمن ديالو اللي غيصدمني انا، صدمني بعدا ما عرفتش واش يصدمكم، 25 مليون.
25,000 ديال الأورو. كما قلت لكم 25 مليون غير البيت اللي زدت بوحدو. ومني غنقول لكم الثمن ديال الدار بالنسبه للبيت غادي تصدموا يعني. لهذا باش تقول لي غتبنيو، البني قاسح بزاف، لان القوانين تبدلوا. باش ديري حيط خاصك ديري حيط للسكنه، لان حنا اجانب خاصنا يعطينا الكوموني الوراق باش تسكني في هذيك الدار. الصلاحيه ديالها والصلاحيه ديالها خاصها تكون كلشي مقاد فيها. علاش انا خديت 2 متر؟ باش كلشي قادو راسو يتكلف به الراس. صافي هادشي اللي بنقول لكم. 25 مليون البيت، يعني 2 حيوطه وطيطو ديالو. البيت فيه تقريبا 20 قلت 19 متر مكعب، 19 متر مكعب تقول لي بحال هكا. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. وبغيت نشكر بزاف البنات اللي باركوا لي، شكرا لكم بزاف. والله حسيت بكم، فرحتوا معايا وبزاف ديال الميساجات، فرحت بزاف والله الا فرحت بزاف. شكرا لكم بزاف كاع اللي باركت ليا وكاع اللي دعات معايا وكاع اللي سولات شي سؤال، وغنجاوبكم ان شاء الله بفيديوهات. كل مره غادي نقول لكم الاثمنه كيفاش دازوا الاصلاحات. وبغيت نقول لكم الديور القدام احسن حاجه في هذا الوقت، ان هاد الفيلاج اللي ساكنه فيه راه كبيره تقريبا مدينه، ولكن راه الغلا فيه بزاف. ولا كنتو غتبداو بغيت تشريو شي دار غندير ان شاء الله شي فيديو نفهمكم، حيت انا شريت 2 ديور. هذه هي الثانيه القديمه، لاني بعت الاولى وبها شريت عاوتاني هذه وغنصلحها. فيها الفلوس، بمعنى انك تقدري تصلحيها وتجيب لك ثمن احسن من الثمن اللي كانت في الاول، لان حيط والحيط ما كتضيعيش في الفلوس. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى انكم ثاني تشاركوا في هذا الفيديو اللي يدخل وديروا اعجاب باش نتعمل فائده على البنات. انا مهم بغيت نفيدكم في اي سؤال سولتوني غنجاوبكم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.